مشاهدي صدى البلد برحب بحضراتكم وما زلنا نتابع أجواء التجهيز لإفطار المطرية هذا العام في عام 11. نذكر حضراتكم ان اول سنه بدا فيها افطار المطريه كان عام 2013 واحنا في عام 2025 15 رمضان بنعيش هذه الاجواء التي دائما ما ترسم البهجه على وجوه الشعب المصري والوطن العربي. وحينما اؤكد ذلك ده اللي بتشير اليه الصوره من خلفي والاجواء اللي احنا بنستعرضها مع حضراتكم منذ الساعه 13 خلينا نقول لحضراتكم ان هنا الاجواء بدات منذ الصباح الباكر، اما التجهيزات بدات منذ مساء الامس، تجهيزات الأطعمة المختلفة والشهية واللي بتشتهر بها السفرة المصرية، المائدة والترابيزات والكراسي التي تم تجهيزها أيضا من قبل أهالينا هنا في المطرية، بالإضافة للعملية التنظيمية الجميلة التي يشرف عليها أهلنا أيضا في المطرية. خلينا نقول لحضراتكم الأجواء هنا أكثر من رائعة، أجواء تؤكد اللحمة الجميلة ما بين الشعب المصري في مثل هذه الأيام المباركة، شهر رمضان المبارك. الأجواء الرمضانية في منطقة المطرية أصبحت علامة مميزة، الجميع يترقب من العام للعام متى سيكون إفطار المطرية. الأجواء التي يتسم بها إفطار المطرية كالمعتاد، يمكن احنا واقفين في منطقة من مناطق عدة موجود فيها هذه الموائد الخاصة بالإفطار. الناس موجودة هنا منذ العصر، في منهم اللي تواجد على الكراسي، في منهم اللي لسه هيجي، ولكن الحقيقه الجو رغم انه زحمه ولكن مليء بالبهجه، مليء بالفرحه، مليء بالجمال. كمان الذين يحرصون على حضور فطار المطريه ليس فقط الحقيقه اهل المطريه ولكن ايضا اهل مصرنا الحبيبه من جميع المحافظات، بل ايضا اشقاء من جميع ارجاء الوطن العربي، وايضا وسائل الاعلام المصريه والعربيه والعالميه المتواجدين حتى يقوموا بالتغطيه الاعلاميه لهذه الظاهره الجميله وهذا الحدث الرائع الذي يتسم به اهلنا هنا في المطريه. برحب بحضرتك يا فندم، كل سنه وانت طيب. وحضراتكم طيبين وكل سنه وانتم طيبين وكل سنه والشعب المصري كله دايما بخير. حضرتك في المطريه هنا؟ انا ليا اصحابي هنا في المطريه بس انا اصلا من مدينه المستقبل. يعني جاي مخصوص تفطر النهارده في المطريه؟ جاي مخصوص. ايه رايك في الاجواء هنا؟ طبعا احلى اجواء واحلى شعب طبعا، وكل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم الشعب المصري كله بخير دايما. يمكن لسه ساعتين ونص تقريبا على المغرب ولكن الناس كلها موجوده، يمكن ده اهدى شارع، الدنيا كلها زحمه جنبنا. الدنيا زحمه بسم الله ما شاء الله، الشعب كله تجمع النهارده اعلى تجمع على مستوى الجمهوريه، الناس كلها ده يعتبر اهدى مكان يعني احنا جينا وقعدنا فيه يعني. يمكن برضه الاسر المصريه من الشباب والفتيات والسيدات اللي بيبقوا حريصين على حضور هذا الافطار. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك من هنا ولا منين؟ احنا من المطريه. قولي لي بقى ايه الجمال اللي انتوا بتمتازوا بيه ده؟ الناس كلها جايه النهارده عشان تشوف المطريه. احلى حاجه فيها ان كلها ايد واحده وكلها قلبها على قلب بعض، وان احنا المطريه كلها اسره واحده. انتوا بتحضروا الفطار ده من امتى؟ لا ده من 15 يوم، من اول رمضان. 15 يوم بتجهزوا؟ من اول رمضان احنا بنجهز في العزوم. في مطبخ رئيسي ولكن برضو الاسر يعني في المساكن بتاعتها بتحضر وجبات افطار. اكيد كل اسره وبعدين بيساعدنا الاستاذ بردك وائل الطحان واقف معانا، والدوله بردك واقفه. كل الاهالي هنا في المطريه بيتشاركوا في الافطار. اللي بيقدر عليه بيعمله. كلنا مع بعض اكن اسره واحده. كل سنه وانت طيب. انت طيب، حضرتك طيب. كل سنه وانت طيب. شايف حضرتك انت وبنتك النهارده؟ طبعا. ليه بقى حريص انك تفطر في المطريه؟ انا مجهز عامل حساب اليوم دوت اساسا من فتره كبيره. في المطريه اصلا؟ انا من الاماريه. من الاماريه، بس بتحب تيجي تفطر هنا في المطريه في يوم زي ده؟ مستني اليوم دوت اساسا من اول الشهر تمام، وكل سنه باجي هنا وانا فرحان طبعا بالصوره اللي احنا شايفينها ديت، لان كنا بنتجمع على طبلة واحده مسلمين ومسيحيين، وحش وحلو وكل واحد ما يزعلش من الثاني، ان احنا كلنا في الاول وفي الاخر على طبلة واحده في مكان واحد. وبشكر اهل المطريه، وانا نفسي الكلام دوت يتطبق في الاماريه وفي كل حته وفي عين شمس وهنا وهنا نفس الصوره نفس مطبق الحقيقه في اغلب المناطق المصريه، ولكن في المطريه ليها طابع خاص، ليها طابع مميز، ناس بتجيلها بلاد عشان خاطر تحضر الفطار هنا في المطريه. تمام. المطريه دي المرتبه الاولى وهي اللي بدات بالكلام دوت، وحاجه كويسه وصوره وبهجه كويسه وحاجه كويسه. تمام. كل سنه وانت طيب يا فندم. اجواء جميله، اجواء بشكر اهل المطريه طبعا وكل اللي ساهم وكل اهل المطريه اللي هم حطوا ايديهم في بعضهم وعملوا حاجه زي كده. ويا رب تكون دايما يا رب الموضوع ده تبقى موجود في كل حته في كل مكان، وانا بشكر حضرتك.
دي الجمال اللي بيمتاز به هنا اهلنا في المطريه، وخاصه في هذه الاجواء الجميله، الاجواء السعيده، الاجواء اللي الحقيقه بترسم البهجه على وجوه كل المصريين وعلى وجوه كل واحد يكون حريص على حضور هذا الفطار. شباب من كل مكان برحب بيكم، كل سنه وانتم طيب. الساعة والسلامة. حضرتك منين، من المطريه ولا منين؟ أنا من المطرية. كلمني بقى على الاجواء الجميله اللي انتم بتمتازوا بيها كل سنه. شايفين كده الأجواء عاملة إزاي؟ يا إخواتنا منورين الدنيا، منورين بوجود الناس دي كلها، ومبسوطين إن إحنا برضه إيه بنجمع إخواتنا مع بعضينا، والدنيا كده يعني إيه الدنيا تبقى حلوة. هي دي روحانيات رمضان. طبعا دي روحانيات رمضان زي ما حضرتك شايف كده، والناس شايفة كله مبسوط وكله بيضحك. هي اهم حاجه التجمع بس، وايه الدنيا تبقى ايه حلوين مع بعضينا وكويسين مع بعضينا، وكل عام وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك وانت بصحه السلامه يا باشا. خليني اقول لحضراتكم ان ما تم تجهيزه في المطبخ الخاص بافطار المطريه 50,000 وجبه تقريبا، بالاضافه للوجبات اللي تم تجهيزها في الشقق والبيوت في المطريه، بالاضافه ايضا للوجبات اللي تبرعت بها العديد من الجهات زي مؤسسات مجتمع مدني وغيره. قرابه من سيتناول الافطار النهارده يعني يمكن تتعدى 150,000 فرد هيتناول الافطار النهارده في المطريه، ده بناء على تصريحات القائمين على هذا الفطار من اهلنا، من اهل المطريه الجمال اللي بيبدعوا في مثل هذه الاجواء الجميله، اللي بيظهروا الطابع المصري الشعبي الاصيل الذي يتجسد في مائده افطار واحده يجلس عليها الكبير والصغير، المسلم والمسيحي، القاهري والجيزاوي، ومن جميع مختلف محافظات الجمهوريه بل العربيه. الكثير من اشقائنا العرب بيكونوا متواجدين هنا عشان يستمتعوا بهذه الاجواء المتميزه في منطقه المطريه في افطارها السنوي، واكيد هنتابع معاكم ان شاء الله حتى الافطار هذه الاجواء الجميله والمتميزه في منطقه المطريه. خلاص قربنا يعني اقل من ساعتين الا 10 دقائق ان شاء الله تفصلنا عن اذان المغرب، والجميع يتناول الافطار هنا في المطريه اللي بالفعل تم تجهيزه ومتواجد الان على الطاوله في مائده الافطار العريقه. خليني برضه اقول لحضراتكم ان مائده الافطار بتتكون من وجبه رئيسيه بها رز، وايضا بها لحمه، وايضا بها بعض المقبلات من السلطات، بالاضافه لزجاجه من المياه، وايضا كوب عصير. واعتقد وجبه متكامله يستطيع الصائم ان يفطر بها وان يستمتع بهذه الاجواء اللي صعب تشوفها في مكان تاني غير مصر، لان فعلا رمضان في مصر حاجه تانيه.